يا جماعه دلوقتي انا بحمي البوابه دي تمام، وصديقي الثاني احمد ناصر لعيب الزمالك السابق بيحمي البوابه دي. الجواسيس ما قدروش يجوا في حمايه الشرطه، جايين في حمايه الشرطه. تعالوا انا هفتح هنا، هاتوا اليوم هاتوا جايين في حمايه الشرطه. هات يا ابني تعالى هنا بص لي في حمايه الشرطه. بس جم احنا واقفين اهو، الدكر يجي ناحيه السفاره هفشخه افعصه، ما جوش 48 ساعه غير في حمايه الشرطه ودي تصريح. هاتوا صورهم هاتهم الدكر يجي. تعالى هنا ركز معايا اهو جم. محدش قادر يجي الدكر يجي يقرب من سور السفاره. هدفنه هنا افعصه هنا. الحكومه الهولنديه منعتني ان انا ارفع علم مصر تمام، وقالت لي ان انا هم عمالين يشتمونا ويعملوا اصابيع وبتاع، فانا ردت وصاحبي حد يعني انا رديت عملت كده عليكم انتوا كمان بسكوت. فراح هددونا واعطونا اخر درس اللي هو لاست وورنينج ان لو انتوا عملتوا كده تاني هنحبسكم. ايا كان في ده مصر مهما حصل. هم واقفين هناك تمام. تعالى يا احمد تعالى جيبهم. تعالى هم مش مصريين، معظمهم مش مصريين. في سوريين اللي هم هربانين وكده، اللي هم تبع الافكار الاخوانيه وكده. معظمهم مش مصريين. في سوريين اللي هم هربانين وكده، اللي هم تبع الافكار الاخوانيه وكده. حتى بيقولوا حاجات انا مش فاهمها، حاجات ليها علاقه بالجهاد ومش عارف ايه والكلام ده. حتى بيقولوا حاجات انا مش فاهمها، حاجات ليها علاقه بالجهاد ومش عارف ايه والكلام ده. ايا كان احنا قدام السفاره المصريه، وسفاره مصر بخير. ما تقلقوش، سفاره مصر بخير. والله لو 20 واحد تلاقي ده كفاءه ان هو يجيبهم كلهم الارض. ما جوش غير في حمايه الشرطه، يا جبنه ما جوش غير في حمايه الشرطه. اهو الدكر يجي هنا اهو يا